يكذب. فسبحان الله مجيب الدعوات، مغيث اللهفات، محقق الرغبات، قاضي الحاجات سبحانه وتعالى. بس اقرأ الباب. وافقت باب مفتوح الثلث الأخير من الليل. أنا أقول للكثير من الناس قم بس قبل الفجر ب20 دقيقة، يعني ما يحتاج والله إني جالس في مجلس وجاء رجل عامي حكي قال شوفوا وحليك، يعني ما هو بتقول إنه عليه آثار العبادة والتبتل والمشيخة. قال شوفوا كاش، يقول كذا بهالطريق، كاش إجابة الدعاء كاش. قم قبل الفجر بس ب20 دقيقة، بس أدعي كأنك قدام مدير الشرطة، يقول بانضباط وخشوع واسأل الله ما تبي. أنا عقيم، يقول إلين عمري 40، إلين عمري 40 ما يرزق بذرية. وسمعت شيخ يتكلم عن الدعاء في السحر في الأسحار، وادعي هكا الليلة قمت ما عندي ذرية، قلت مالك إلا الله هو اللي يعطيك سبحانه الوهاب. يقول وادعي، قلت يا وهاب أبي بس ذرية، ما أبي شيء، على ما قال عسير عليك يا رب ولا عليك عسير. يقول ولله الحمد يقول شهر ولله الحمد ويرزقني الله الزوجة تحمل. يقول بس بدعوة في آخر الليل سبحانه وتعالى. وأعرف لك ناس والله فيهم سرطان الدرجة الأخيرة، يعني على قولتهم على مشارف الموت، ودعوا الله سبحانه وتعالى بابتهال وصدقة. الصدقة هذه لو الناس يعرفون قيمتها، ويقول على طول ولله الحمد شفاها الله ب10